سأل الحفيد جدته: كيف يمكن أن أحكي حكايات مشوقة؟ قالت الجدة: يكفي أن تكون فلسطينيا يا ولدي. ضيف إكسترا اليوم: فطري هوى السر، فلسطيني سوري، يأخذك في حكاياته لعوالم صنعها لتظن أنها واقعية وهي ليست كذلك. كنت أكتب حوالي 7 ساعات كل يوم صباحا، وقت يجوا الطلاب من المدرسة، لأنه كل آخر 10 دقائق أنا كمل لهم الحكاية من آخر حصة. يجوا طلاب المدرسة يجتمعوا على طلاب صفي. رغم سني عمره من أغزر كتاب الدراما إنتاجا، الذي تنبأ دراميا بموت قادم من الشرق، نعيشه اليوم واقعا مرا لا يصدق. أنا خايف على البلد لتغرق أكثر ما هي غرقانة. على فكرة أنا من أول الأزمة لآخرها ما وقفت ثانية على الكتابة. القريب إلى قلب محدثه بحنان أبو البنات، البعيد عن الادعاء بواقعية رسام للطبيعة، المؤلف الكبير هاني السعدي.